كان يا ما كان في زمن من الأزمان، في واحد الدوار صغير ما عنده عنوان، عايش واحد الفلاح سميتو هاشم مع مراتو وجوج وليدات في واحد المزرعة كبيرة وعريضة فيها قاع أنواع الشجر وصورها عالية ومبنية بالحجر. أما أرضها كانت كبيرة، الشوفة فيها ما تحد لا بالعين ولا بالبصر. أعطاه الله من كل خير، وكان حتى هو ولد الخير، يعاون المحتاج واللي قصدو ما يرجع خايب ولا بيدي خاوي، يعطي بالليل والنهار ورزقو غير ما كيزيد يكتر. وكانت مراتو بنت عمو يتيمة وحيدة، وصيت عمو با عليها يتهلا فيها ويحن عليها قبل ما يتوفاهم الله. كان كيبغيها بزاف، وعمر حلات ليه شي مرا في عينيه من غيرها، قانع وراضي بيها. كانت كل صباح ملي يبغي يمشي يخدم في أرضو تنوض مع الفجر تصيب ليه فطورو وتدعي معاه، وهي تجلس في الدار تجمع الركاني وتقابل الدراري، تحلب البقر وتخبز وتطيب ليه غداه وتلحقوا ليه الجنان. وخا كان بعيد والطريق طويلة عمرها شكات ولا عيات، تدي ولادها معاها يلعبوا ويجريو في الجنان ويعاونوا باهم في الحرث ويجروا ويلعبوا بالمحرات. ووخا كانوا صغار كان باهم كيخليهم يديروا ما بغاو وغير كيضحك وفرحان. وهاد الدراري حطوا داك المحرات راه تقيلي عليكم، وبركة ما ترونوا في الحرث. خلي عليك الدراري يلعبوا في خاطرهم، باش بغيتيهم يتعلموا الا ما جربوش. ايوا منك ليهم، نوض تغدى قبل ما يبرد. وفي يوم من الايام كان هاشم جالس بوحدو في الارض تحت الظل ديال واحد شجرة الزيتون كبيرة، وكيرمي عينيه هنا وهنا ويتمتع بالخضورة والخيرات اللي عطاه الله. واحد الشوية حس بشي حاجة غريبة، بحال شي واحد كيطلع عليه من فوق الشجرة وكيتخبى وغير كيحضيه. هز راسو وبقى كيشوف ما بين الفروع د الشجرة، ما بان ليه والو، سحابو ياك ماشي يحنش ولا طير. وناض بدل البلاصة ومشى تحت واحد النخلة وجلس، وعاود حس بنفس الحاجة، بحال شي واحد كيطلع عليه من فوق النخلة، وهي طي عليه واحد التمرة. تخلع وقال مع راسو: بسم الله الرحمن الرحيم. الواقيلا ريال نسواس بغايلي بيا والعيا يمكن اللي دارها ليا. ولكن داك الشي اللي كان كيحس بيه ما بغاش يمشي، وخاطرو غير ما كيزيد يتزير عليه، والشك بدا يدخل لدماغو. نعل الشيطان وناض مشى لدارو ودوز الليلة هاني مع ولادو ونسى اللي طرا. ودازت ليام حتى لواحد النهار كان هاشم جالس في الارض ديالو كيفطر تما. شويه جات واحد الريح قويه، نوضت الغبره وحركت الشجر من بلاصتو. تخلع هاشم، عمر ما جا بحال داك الريح في هاد الوقت السخون من العام. ما قدرش يحل عينيه مزيان بسبب الغبره اللي كانت وسط هاد الريح، ولكن بان ليه بحال شي خيال كيمشي ويتخبى بين الشجر. قلبو بدا كيضرب وما عرفش شنو داك الشي، وقف بلاصتو وهو كيترعد بالخوف وقال: اش كان تما؟ ما جاوبو حتى واحد، ثقيل وما كاين حتى حد في المكان، ما كاين لا غاشي ولا ماشي. حاول يثبت راسو قبل ما توقع ليه شي حاجه. بان لي الريح كانت هايل وما كاين حد. سبحان مبدل الاحوال، عمر بحال هاد الريح ما جات في هاد الوقت. هاشم حاول يثبت راسو ويقول بلي هاد الشي غير كان كيتخيلو صافي، ومع كثرة العجاج والغبرة اللي كانت بان ليه بحال اللي راه كان شي حد تما. ورجع يكمل فطورو، ولكن الصدمة كانت كتسناه. الفطور اللي كان حاط باش ياكل ما بقى لقاه، كاين غير الفتات ديال الخبز فوق الارض. حار هاشم وتعجب وبقى كيشوف في جنابو ويدور في عينيه في الجنان
وفي كاع البلايص، وما بان ليه حتى حد. ولكن اللي زاد شو كتر هما الخطاوي اللي لقى في الارض. خطاوي غاديه جهه البير ديالو، وقف وشد في راسو وحاول يتغلب على الخوف ديالو، وقال في خاطرو: ما يمكنش نبقى نقول غير كانت خير، وهاد الخطاوي معلمة قدامي. شي حد دخل لأرضي وجناني بلا خباري، واليوم ما نعرف شكون. بقى غادي كيتبع في الخطاوي اللي مرسومين في الارض خطوه خطوه، وهو غادي كيشم واحد الريحه زوينه بحال المسك وكتدوخ العقل. عمرو شم بحالها في حياته، وكانت جايه من جهه داك البير. بقى تابع دوك الخطوات حتى قرب من البير، لقى حداه مرا شابه وزوينه وجالسه جنب البير وكتشرب من ماه. شعرها كحل وطويل وواصل حتى للأرض، ولابسة قفطان بيض واسع عليها مغطي ليها يديها ورجليها، ومنها كتفوح ديك الريحة وعطيها بالظهر. قرب منها هاشم، ملي شافها جمد في بلاصتو وقلبو كيضرب كتر، وصدم على راسو وقال: شكون انتي؟ واش كديري في الارض ديالي؟ وكيفاش دخلتي لجناني وخاص سوارو عالية بلا خباري؟ وباش كملتيها كليتي فطوري او شربتي من بيري بلا ما تشاوريني؟ كنت جيعانة وعطشانة وكليت وشربت بلا إذن منك، وخفت تاكلو كامل بلا ما تخليلي. اسمح لي، راه ما قصدتش نضرك. السيد بقى غير مصدوم. الطريقة باش كانت كتشوف فيه وكتكلم معاه ما كانتش عادية بحال أي واحد من الإنس. والصوت والريحة وحتى الطريقة اللي بانت بيها كل شي كان غريب. ولكن هاشم وخا كان خايف بقات فيه، حيت ما لقيا ما تاكل. ما كاين باس، حتى دابا الجنان قدامك، خدي كاع اللي محتاجه وتشهيتي. باب جناني مفتوح في وجه كل محتاج، والله يرزقنا ويرزقك من الحلال. المرأة ابتسمت من كلام هاشم، شافت فيه ودورات وجهها وزادت مع الطريق بلا ما تقول له حتى شي كلمة، وبقات غادا حتى غبرت بين الشجر. هاشم بقى واقف بلاصتو حاير وما عرف هاد المرا منين خرجات ليه وعلاش جات لأرضو. دوز داك النهار ورجع لدارو، ولكن بالو بقى مرون. حتى في الليل ما قدرش ينعس، بقى غير كيتقلب في الفراش ويخمم ويعاود. وحتى من مراتو ما قدر يعاود ليها حتى شي حاجه، بحال شي حاجه كانت كتمنعو. بقى فايق الليل كامل، ما قدرش يغمض عينيه حتى أذن الفجر. ناض هز داكشي اللي غيفطر بيه بلا ما يفيق مراتو، ومشى نيشان الارض ديالو وهو كيفكر. واللي شاغل بالو خاصو غير يعرف الحقيقه ديال ديك المرا وعلاش جات لارضو. جلس تحت الشجره وجبد الفطور ديالو، كلا واحد شويه وخلى شويه في الجنب باش يشوف واش غتعاود ترجع ديك المرا عاوتاني. بعد شويه وجلس تحت واحد النخله وهو حاضي داك الفطور. تسناها هاشم شحال، ولكن ما بان ليها اثار. شويه بدا كيديه النعاس، حيت ما نعش الليل كامل. ديك الليله كامله بقى فايق، عيا يقاوم حتى تسدولو عينيه بلا ما يحس. ما ناض حتى سمع الظهر كيأذن. ناض مخلوع حيت ضاع ليه النص ديال نهارو وما دار والو في خدمته. ولكن الصدمه هي ملي هز راسو وسرح عينو في الارض ديالو، لقى كل شي داكشي اللي كيدير في الارض تقاد بوحدو. الزرع مسقي والخضره والفواكه ديال داك الموسم محيده ومحطوطه في السله. بقى هاشم في بلاصتو مصدوم ويمسح في عينيه ويعاود ويشوف، تلفت في اليمين واليسار ياك ما كاين شي واحد. ولكن حس باللي ديك المرا
اللي بانت ليه هي اللي دارت هاد الشي كامل، وتكلم وقال: انا عارف باللي انت اللي درتي هاد الشي كامل، ولكن علاش كتعاونيني؟ وشنو بغيتي؟ باني وجاوبيني، يلا جاوبيني، يلا جاوبيني، جاوبيني. ما جا فين يكمل كلامو حتى دازت واحد الريح قوية بحال اللي دازت ديك المرة. شوية جات مرتو وولادو، جابوا ليه الغدا، سلموا عليه، ولادو مشاو يلعبوا، ومرتو جلست حداه وقالت ليه: مالك ما فيقتيني الفجر وجيتي بلا فطور؟ غير ما بغيتش نشقك معايا، وراني كليت اللي كتب الله. الله يا ربي، الحمى شوك عليا حتى حسيت بالشعر اللي في راسي وقف. يا لطيف. راه حتى انا بغيت نقول لك شي حاجه البارح، عرفتي؟ ما جا فين يكمل كلامو حتى سمع الغوات ولادو وناضو كيجريو، لقاو ولدو الكبير حوايجو عامرين بالدم، وواحد الفرخ صغير مدبوح وطايح قدامه، وولدو الصغير خايف وكيغوت ويبكي. شافتهم مرتو وتخلعات وداتو للبير وغسلات ليه داك الدم، وهو يقول ليهم باهم: جمعي هاد الشي ونوضو نمشيو للدار. راك ما كليتي والو يا هذا الراجل. راني شبعان، غير ناضي دغيا نمشيو. جمعوا متاعهم وشدوا الطريق لدارهم. غير قربوا يوصلوا قال هاشم لمرتو: غير سيري انتي والدراري للدار، انا غندوز عند السي علي نشوفو ونجلس معاه شويه ونجي. السي علي كان جارهم، راجل كبير في السن، في العمر ديال باه الله يرحمه، راجل تقيل ورزين. قال مع راسو يدوز يعاود ليه شنو طاري ليه، لا ربما يلقى عنده شي تفسير لهاد الشي. وقف عند بابو وبدا كيعيط: السي علي، السي علي، ومالين الدار. زيد السي هاشم، راه الباب محلول، مرحبا بك. دخل هاشم عند جارو وجاه نيشان وعاود ليه شنو كاين، عاود ليه على المرا اللي شاف، وعلى الارض اللي تخدمت بوحدها، وحتى على ديك الريح القويه اللي كتجي مره مره على غفله. جارو خلاه حتى سالا كلامو، حنا راسو تنهد. هادشي خلى هاشم يزيد يخاف كتر. اش كاين السي علي؟ هاد التنيده ديالك راه زاد تخلعاتني. سمعني مزيان وليدي، هاد الشي اللي وقع ليك راه وقع بزاف قبل منك، حكاوه لينا جدودنا، وحتى باك الله يرحمه راه كان كيشوفها ورد منها البلا وليدي، راه هي اللي قصداتو كتكون باغا منو شي حاجه. خرج هاشم من عند جارو غادي في الطريق لدارو وخايف وكيتعثر في جليلو. وصل وبقى الليل كامل كيفكر، وحلف ما يرجع لديك الارض حتى يلقى شي حل لهادشي. ومشات ايام وجات ايام، هاشم حالتو غير ما كتزيد تكفس صفار، وغير كيخمم. ما بقى لا يجمع ولا يضحك مع ولادو، وما بقى بغا يخدم ولا يتحرك من بلاصتو. عيني غير داخلين وحمرين، حتى النعاس حرام عليه، وما بقى يحلاليه حتى حاجه. الوقت كامل كيسمع في ودنيه غير الضحكه ديال ديك المرا، وريحتها ديما كتجي في نيفو. كيحس بنفسها حدا وجهو، والوقت كامل كيفكر فيها وخا ما يبغيش. تقول سكنات ليه عقلو، عيا يحاول يعاود هاد الشي لمراتو، ولكن بحال شي حاجة كتمنعو وما كيقول ليها والو. بقى هاشم على هاد الحال شل ايام حتى مرض بزاف، وجابت له مرتو بزاف ديال الحكام اللي كاينين في داك الدوار، وما لقى ليه حتى شي واحد دوا. جابت ليه حتى الناس اللي كيداويو بالعشو، وحتى واحد ما عرف مالو. وفي واحد الليلة من الليالي الناس ناعسين، وهاشم غير كيتقلب في فراشو، حتى لواحد الشوية البيت برد وبحال شي حاجة كتحرك فيه. حل عينيه وشعل القنديل، لقى ديك المرا واقفة عنده قدامه. كان غيسخف بالخلعة،
عيني خرجوا والعرق غير كيتقطر منه. كيفاش دخلتي في داري؟ فين مراتي؟ فين ولادي؟ اش بغيتي مني؟ انا معاك بالله وبالشر. المرا تبسمات في وجهه، وديك الضحكة اللي دارت زادت خلعاتو، وعينيها خارجين فيه وكتزيد تبتسم، وهزة في يديها واحد المنجل وجاية كتقرب منه وهو كيترعد في فراشو. انا هي الجنيه خديمه الارض، ما عاودولكش عليا. سمعت عليك هالشي كلام، عافاك ما تضرنيش وما تضريش ولادي. خودي الارض، خودي الجنان، خودي اللي بغيتي، غير خلينا عافاك في الثقة. انا نبغى لا دار ولا دوار، لا ارض ولا جنان. انا باغاك انت تكون ليا بوحدي. انا عشقتك من النهار اللي شفتك، كل نهار كنحضيك كيفاش كتخدم، كيفاش كتاكل، كيفاش حتى كتحرك، وكيفاش كتعامل مع الناس، وكيفاش كتعامل حتى مع ديك مراتك وولادك. وجيتي عندك دابا وبغيتك ليا بوحدي، غادي نعاونك، غادي نخلي ارضك يولي خيرها كتير، وما كاين لي نفسك في البلاد كلها. غادي نعطيك المال والجاه بلا ما تخدم ولا تردم، تولي عندك قيمة كبيرة في البلاد، بالشرط غادي تتزوج بيا وتبعد على مراتك وحتى ولادك، غادي تسنح فيهم وتعيش معايا انا بوحدي. كل نهار غادي تشوفني بشكل جديد، كيف ما بغيتي وكيف ما حبيتي. هاشم بعد ما سمع هاد الكلام بقى مصدوم وغير كيشوف شوية، انطق وقال: كيفاش نسمح في مراتي وولادي؟ هادي اللي عمري نقدر نديرها. انا ما باغي لا جاه ولا مال، بغيتك غير تبعدي مني. انا معك بالله وبالشرع، انا معك بالله وبالشرع. وغير قالوا هاد الكلام وجه الجنية كانت غير كضحك وهي تحول لغباشة، غضبت من كلامه حتى تعصبات وما عجبها حال، وجات ديك الريح القوية وسط داك البيت وقالت ليه: الا ما تزوجتيش بيا غادي ندمرك، غادي نخليك تشوف الويل انت ومراتك وولادك. غادي ندمك يا هاشم، غادي ندمك يا هاشم، غادي انا ندمك، معك بالله غادي وبالشرع. ندمك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومرات هاشم غير سمعت غواتو جات كتجري، دخلت عنده في الوقت وقالت: هاشم ياك لاباس؟ مالك كنتي كتغوت؟ اش واقع؟ مع من كنتي كتكلم؟ ما قدرش يجاوبها، بقى جامد في بلاصتو، الخوف خارج ليه من عينو والعرق غير كيجري في جبينو. مشات مرتو كتجري جابت ليه كاس د الماء وبقات حداه، ما قدر كاع يعاود ليها اش كاين، بحال شي حاجه كانت كتمنعو. ومن داك النهار هاشم تبدل، ما بقى لا يخرج ولا يدرج، ومراتو غير كتشوفو كيتعذب وما لقات ليه جهد. بقى على هاد الحال 7 ايام وما عرفت باش تعاونو، حتى وصلت الخبر لجارو، هذاك الراجل الكبير اللي كان عاودلو عليها. مشى عندهم للدار وتكلم مع مراتو وعاود ليها اش كاين وقال: خاصكم تجيبوا الفقي، وهو اللي يقدر يعاونكم هاد الساعة باش يفقي من هاد الشي اللي فيه ويبقى حتى الدار. مراتو من خوفها عليه مشات في الحال كتجري تجيب الفقي. دخل للدار وغير شافو تكلم وقال: راك مسكونة ولدي وشي حاجة تبعك، ولكن ما تخافش، غادي نربيك بكلام الله. بدا الفقي كيقرا القرآن وهاشم كيحس بيه كيدخل مع عروقو وشاده البكية، وكل ما قرا الفقي كيحس براسو بدا يخفاف ويرتاح،
وما بقاش كيحس بداك الشيء اللي كان كيحس به، وحتى الخوف ما بقاش فيه. اولدي راك غتولي مزيان، ولكن خاصنا نمشيو لديك الارض اللي بانت ليك فيها الجنيه ونركبوها حتى هي بكلام الله. واخا السي الفقي، الله يجازيك بالخير، غدا نمشيو ان شاء الله الا كنتي مسالي. هاشم ديك الليلة وبات مرتاح، غير صباح الصباح مشى هو الفقي لديك الأرض، قرا الفقي كلام الله بصوت قوي ورقاها، عاد حس براسو ارتاح، رجع لحياته وخدمته وبقى على هاد الحال. ومشات ليام وجات ودازت شهور كتيرة، حتى لواحد النهار جالس كيرتاح من الخدمة في دارو وكيتسنى مرتو تحط الغدا، حتى كيسمع الماعن طاحو تهرسو وطيحة قوية في الأرض. ناض كيجري لقى مراتو طايحة في الأرض وما كتحركش. ورشمو ورشمو سيبي يرشمو. رش عليها الماء وحركها، ما فاقتش، تخلع وخرج كيجري حفيان. ما جا في بالو غير الفقي، مشى جابو وجا والو، ما فاقتش، جاب شحال من حكيم وحتى واحد ما لقى ليها دوا، وبقات على هاد الحال. هاشم حازن عليها حتى لواحد النهار داز واحد البوهالي كيسعى، وخرج هاشم عطاه اللي قسم الله، وهو يقول له داك البوهالي: مرتك مريضة وعندها سحر قوي، ربط طرفها وجسانها ودواها عندي، ولكن صعيب. خاصك تمشي للقرية المهجورة كاينة بين الجبال ومعروفة بقرية الحمام، وتجيب منها 3 البيضات، ومن بعد تمشي لجبل التلات عامر بشجر نادر ديال السدر ونبك فيه قد كينشماش، تجيب من وراكو 7 الورقات، ومن بعد تمشي للبحر الجنوبي وتجيب من معه. مني تجمع كاع هاد المكونات تخلطهم وتعطيهم لمراتك تشرب منهم، وشرب منهم حتى انت وولادك، وراه غتشافى باذن الله. الا برات على يديك غنعطيك اللي بغيتي، غير ترجع لي مرتي بصحيحتها وكيما كانت. وجد هاشم العدة والزاد والمنى ديالو وسط الجيران على مراتو وولادو، ركب عودو وشد الطريق. بقى 7 أيام في الطريق، اللي لقاه يسولو على قرية الحمام، حتى وصل ليها لقاها كلها ديور خالية وما فيهاش السكان، وعامرة غير بالعشاش ديال الحمام. قرب من واحد العش وخدا منه 3 د البيضات، وهما يخرجوا ليه بزاف ديال الطيور كيطيروا في كل الاتجاهات ويضربوه بمناقرهم حتى قطعوا ليه حوايجو وجرحوه في كاع جسمه، وبصعوبة قدر يدير دوك البيضات في شكارته. عطاها للجرة وصراب الطيور موراه حتى وصل العودو بالزربة، ركب عليه ومشى كيجري بيه وبعد بزاف، وما بقاوش كيبانوا ليه لا دوك الطيور ولا القرية، حيت ما يقدروش يبعدوا بزاف على عشاشهم، ورجعوا بحالهم. كمل طريقه ودوك الجراح يوجعوه وهو صابر على قبل مراتو وولادو، وقصد جبل التلات. سول بعض الناس ونعتو عليه باللي كاين مور الواد، شق طريقه وكانت الطريق طويلة حتى وصل للواد، وكان خاصو ضروري يسمح في عودو وربطو جنب الواد، حيت كان الواد كبير وعريض وفيه تيار قوي وصعيب ينجا منه هو والعود. صايب قارب من العواد وشق به طريقه وسط الواد، والما يجروه من كل جهة، بقى يجدف بيديه حتى بعد ما بقاش العود يبان ليه، وصل للجهة الأخرى. جلس يرتاح ورجع نفاسو اللي تقطعوا فيه بكثرة العيا والجداف، كلا شوية وشرب من الماء وبدا يطلع مع الجبل، كيرمي الخطوات غير بالدراع، خطوة يرميها وخطوة ترميه. واحد شوية بان ليه بزاف ديال الحجر كبير كيتكركب وجاي جهته، والتراب كيسيخ من تحت رجليه، زلق وتكركب والحجر كيطيح عليه، تمسك بالفرع ديال واحد الشجرة
وبقى شاد فيه حتى هدا الجبل. شد فراسو وكمل الطلوع، ما وصل لراس الجبل حتى كان ظلام الحال وما بقى ليه نزول. تكى على واحد الحجرة وبالعيا ما حس براسو حتى داه النعاس، وما فاق حتى طلعت الشمس عليه وضرو الشاع ديالها في عينيه. ناض لقى راس الجبل عامر بالصدر كبير وغريب عمرو شاف بحالو في حياته. قطف منه الوراق ونزل كيف طلع، وعاود قطع الواد وركب على عودو. كمل هاشم طريقو للبحر الجنوبي، وكان كيمشي حتى يعيا وغير كيديه النعاس يلقى راسو في اول الطريق، وقرر يتحدى راسو ويمشي بالليل والنهار حتى بان ليه البحر. فرح وغير بدا كيقرب منه كتجي ريح قوية وترجعو. بقى كيمشي على يديه ورجليه ويغرسهم في الرملة حتى وصل للما وعمر منه، وتم راجع لقبيلته. اللي مالي القبيلة سحب لهم وحال يرجع، ولا يمكن صابو شي ضر حيت دوز ايام كتيرة. وغير وصل لقبيلته فرحوا الناس بيه. وهو في طريقه للدار جات ديك الريح القوية اللي كتجيب ديك الجنية، كتحركو وتديه وتجيبو باش تمنعوه ما يوصلش للدار. حتى بدات كتهضر وهي معصبة. ما يمكنش نخليك توصل للدار، ما يمكنش. هاد الشي كامل اللي درتلك في هاد السفر وقدرتي تفلت منها، ما يمكنش تغلبني. غادي ندمك هاشم، غادي ندمك هاشم، غادي ندمك، غادي ندمك. هاشم كان متمسك بالدواء اللي جايب معاه ومقوي راسو بالإيمان، وغادي يقرا في القرآن حتى وصل لدارو. عنق ولادو اللي بقاو بوحدهم بعاد على باهم وامهم طول هاد المدة، وجبد كاع داكشي اللي جاب معاه وخلطهم مع بعضياتهم، وعطى لمرتو شربات وعطى حتى لولادو وهو براسو باش يغبر حس ديك الجنية مولات الارض وما عمرها تأذيهم ولا تسكن شي واحد فيهم مازال. وهكا تهناو منها وعاش هاشم كيف ما كان كيتمنى في خير وسلام مع مراته ووليداتو. اما حكاية الجنية بقات غير حكاية يعاودوها الكبار للصغار، وما بقى حس ليها في القبيلة مازال. ومشات حكايتي من واد الواد وانا بقيت مع ناس الجواد.